تل أبيب دخلت في حالة قلق مفاجئ، وأثيوبيا طلبت اجتماع طارئ، وواشنطن فعلت خط المتابعة العسكرية خلال دقايق. والسبب سلاح مصري اتعرض في معرض إيدكس ومفيش حد من الإعلام ركز عليه، لكنه لفت انتباه وجوه الوفود العسكرية أول ما شافوه، وبعتوا تقارير عاجلة لبلادهم ازاي مصر امتلكت القدرة دي قبل ما احنا نلحق نرصدهم. السلاح ده لازما يتحط تحت مراقبة عاجلة. معرض إيدكس السنة دي ما كانش مجرد عرض أسلحة بس، لا ده كان إعلان واضح. مصر رجعت وبقوة، ومش بتشتري سلاح بس، لا ده كمان بدأت تصنع. والوفود اللي جاية من أوروبا وروسيا والصين وأمريكا كلهم وقفوا قدام منصات الصناعة المصرية الجديدة في معرض إيدكس، ووشوشهم كان فيها نوع من الدهشة والخوف، لأن ببساطة الأسلحة اللي اتعرضت ما كانتش مجرد نسخ، لا ده كان تطور مصري، ودوت اللي خلى العالم كله يبتدي يراجع حساباته. ظهور المدرعة سينا 200 بقدرات تدريع ما كانش حد يتوقعها. وتاني حاجة صاروخ أرض جو حورس اللي خلى كل الوفود تسأل عن طريقة توجيهه. وظهور الدرون المصري جبار 150 اللي بيتم تصنيعه في مصر. لكن وسط كل الدوشة دي، وسط الزوار وصوت الشرح والتصوير اللي موجود في كل مكان في المعرض، كان في سلاح واحد واقف في ركن هادي محدش في الإعلام مركز عليه، ولا حتى تصور كتير، ولا حتى حد اهتم بيه. سلاح لو عرفت قدرته الحقيقية هتفهم ليه في 3 دول في المنطقة اتوتروا جدا في نفس اليوم. ببساطة لأن أول ما شافته الوفود العسكرية الأجنبية والروس حاولوا يقربوا ويشوفوا تفاصيل جسمه، والإيرانيين صوروه وبعتوا صورة مباشرة منه لقيادة الصناعات الدفاعية عندهم. وكوريا الشمالية بعتت مندوبها يسأل عن مواد التصنيع. ليه كل ده بقى؟ لأن السلاح ده مصر مش بس بتملكه، لا ده بتصنعه بالكامل. والأخطر في السلاح ده إن النسخة المصرية منه متقدمة عن النسخة الأمريكية الأصلية اللي الكل بيعتمد عليها. تخيل إن أمريكا اللي صنعت السلاح نفسها تلاقيه في معرض إيدكس المصري مطور أكتر من اللي مصنوع عندهم. وده اللي خلى تل أبيب وأديس أبابا وواشنطن نفسها يدخلوا في اجتماعات أمنية سرية مشددة في نفس اليوم. وبعد ما تشوف كل الأسلحة اللي اتعرضت بنوصل لسؤال مهم، هو إيه بقى السلاح اللي عمل الدوشة دي كلها؟ اللي هقولهولك دلوقتي ده سلاح مش جديد عالميا، لكن الجديد والأخطر إن مصر بتصنعه بالكامل وبنسخة مطورة. السلاح ده هو القنبلة الجوية الثقيلة، النسخة المصرية المطورة MK84. بس استنى، احنا ما بنتكلمش على القنبله MK84 النسخه العاديه اللي موجوده تقريبا في معظم جيوش العالم. احنا بنتكلم عن النسخه المصريه المطوره بصناعه مصريه بالكامل، اللي اتحولت من قنبله غبيه لقنبله ذكيه، ومن مجرد ذخيره عاديه لذراع استراتيجي قادر على ضرب اهداف استراتيجيه ما كانش حد يقدر يتخيلها. وتعال اقول لك بقى انا ايه الفرق ما بينهم. القنبلة العادية بتسقط سقوط حر من الطيارة، يعني لازم الطيارة تكون فوق الهدف مباشرة عشان القنبلة تنزل عمودي سقوط حر، ولازم كمان يبقى مسارها مباشر وسريع، وده بيخليها سهلة لكشفها على الرادار واعتراضها من خلال الدفاع الجوي. أما القنبلة الانزلاقية فهي ليها أجنحة صغيرة بتبقى موجودة على القنبلة نفسها، ولما بتتضرب الأجنحة دي بتسمح لها إن هي تطير لمسافات بعيدة، وكمان بتقدر إن هي توجه نفسها بدقة من خلال الGPS والليزر. يعني الطيارة تقدر تطلقها من بعيد من غير ما تقرب من مجال الجو للعدو، وده بيخلي ان الدفاع الجوي لاي عدو صعب ان هو يعترضها. ببساطه كده العاديه سريعه ومباشره، انما الانزلاقيه هي ذكيه جدا وبعيده المدى. طب ايه هي بقى القنبله MK84؟ ببساطه دي واحده من اقوى القنابل الامريكيه في فئتها، وزنها حوالي 900 كيلو، رأسها الحرب لوحده أكتر من 400 كيلو متفجرات شديدة الانفجار. الهدف الأساسي منها تكسير مدارج الطيران
وإسقاط التحصينات، ركوب كبيرة في القواعد العسكرية المحصنة، يعني لو نزلت على مدرج طيران بتعمل حفرة قطرها من 8 ل 11 متر وعمق بيصل لحد 3 أو 4 متر. حفرة كفيلة إن هي توقف قاعدة جوية كاملة عن العمل. ودي النسخة الأصلية اللي قبل ما مصر تطور نسختها. ولما العالم شاف القنبلة MK84 في إيدكس النسخة المصرية المطورة قال مصر بقت بتجمع قنابل أمريكية. بس الحقيقة دي مش القنابل الأمريكية، لا دي النسخة المصرية المطورة MK84 النسخة المصرية بالكامل. مصر عملت 3 حاجات محدش كان متوقعهم. 1، تصنيع كامل للقنبلة محليا، وده في حد ذاته إعلان قوة. وتاني حاجة تطوير الراس الحربي. المصريين غيروا نوع المتفجرات اللي موجودة في الراس الحربي وخلوا القنبلة أتقل وأدق في الضربة وأقوى أضعاف في الاختراق، ومدى تدميرها بقى أعلى من النسخة الأصلية نفسها. وتالت حاجة وهي الأهم والأخطر، تحويل القنبلة MK84 من قنبلة عادية لقنبلة انزلاقية ذكية. وده سر الرعب الحقيقي. ازاي؟ تعال بسطلك. القنبلة زمان كانت بتسقط صوت حر من الطيارة، يعني الطيارة تروح على الهدف مباشرة والطيارة تطلق القنبلة فتنزل بشكل عمودي. إنما دلوقتي بقت الطيارة تقدر تضربها من مسافات بعيدة وتنزلق من خلال أجنحة متركب عليها GPS أو ليزر، وبيتم توجيهها للهدف مباشرة. يعني بدل ما كانت الطيارة لازما تروح للهدف بقرب 2-3 كيلو عشان تضرب القنبلة، لا دلوقتي تقدر ان هي تضرب القنبله من مسافه بعيده بحوالي 60 70 80 كيلو. شايف الفرق؟ من 3 كيلو لحد 60 و70 كيلو متر. والقدره بتاعت الاطلاق بتختلف حسب منصه الاطلاق والتطوير اللي بيتم منها ضرب القنبله. ودي كانت لحظه الصدمه للوفود الاجنبيه. السؤال المهم هنا، القنبله دي تقدر تعمل ايه؟ القنبلة دي بقت أداة مش للضرب بس، لا ده كمان للردع. مثلا لو اتضربت من أقصى شمال سيناء قنبلة انزلاقية من النوع ده تقدر توصل لحد تل أبيب، وتقدر توصل لمفاعل ديمون ومراكز القيادة الجوية الإسرائيلية. يعني أهداف استراتيجية حساسة جوه تل أبيب نفسها معرضة لضربة جاية من طيارة مصرية من غير حتى ما تدخل المجال الجوي لإسرائيل. وده كابوس لإسرائيل. ولو اتضربت من جنوب مصر أو السودان المدى بتاعها هيخليها توصل لحد سد النهضة نفسه ومحطة كهرباء قندق ومركز القيادة الأثيوبي كقلب أديس أبابا نفسها، بدون ما الطيارة تقرب من الدفاع الجوي الأثيوبي. تقدر إنها تضرب أهداف استراتيجية حساسة من غير حتى ما يتم ملاحظتها أو الشعور بها أصلا، ومن غير ما الطيران المصري يقرب حتى من المجال الجوي الأثيوبي. طب السؤال المهم هنا، ليه إسرائيل وأثيوبيا اتخضت قوي كده؟ لأن في 3 كوارث بالنسبة لهم. الكارثة الأولى بالنسبة لهم إن النسخة المصرية من القنبلة دي محدش يعرف تفاصيلها، لا إسرائيل ولا أثيوبيا ولا حتى واشنطن نفسها تعرف عنها حاجة. والكارثة الثانية بالنسبة لهم إن ده خلى مصر عندها القدرة إن هي تضرب أهداف استراتيجية حساسة جدا من غير ما أي طيارة تقرب لأي مجال جوي فيهم. وده معناه إن مفيش اعتراض جوي، مفيش إنذار مبكر، مفيش اشتباك. وتالت حاجة إن القنبلة دي نفسها هي مش صاروخ فصعب التصدي ليها. الصواريخ بتتشاف بالرادارات، الأسلحة الانزلاقية صعب التقاطها. ليه؟ لأن سرعتها عالية جدا، ولأن زاوية سقوطها هي عمودية مفاجئة. والسؤال التاني اللي لازم يتسأل، ليه مصر عرضت القنبلة دي دلوقتي بالتحديد في معرض إيدكس؟ ل3 أسباب. الأول هي رسالة ردع مباشر، أنت داخل على توترات إقليمية في البحر الأحمر وسد النهضة وليبيا وغاز شرق المتوسط، فمصر بتقول لهم إن أنا عندي قوة ضرب دقيقة جدا ومش مجرد كلام. والرسالة التانية هي بتوصلها للعالم كله، مصر ما بقتش بتعتمد بس على شراء السلاح، لا ده أنا كمان بقيت بصنع سلاح. وده بيرفع قيمة مصر السياسية والعسكرية والاقتصادية. وتالت رسالة هي إظهار التطور قدام الوفود العسكرية الأجنبية.
واللي حصل ان امريكا نفسها قالت احنا لازما نفهم السلاح ده اتطور ازاي، واسرائيل طلبت تقرير استخباراتي عاجل، واثيوبيا طلعت تهديدات بسبب كلمة ذخائر ذكية. السؤال المهم هنا، ايه هي الطيارات اللي تقدر تشيل النوع ده من القنابل؟ مصر عندها اكتر من منصة اطلاق قادرة على فعل ذلك، زي مثلا الطيارة المصرية F-16 بلوك 52، والطيارة الرافال، والطيارة الميج 29، والسخوي 35 لو فعلا تم تنفيذها واخدت الصفقة بالكامل. لكن اكتر طيارة في وسط كل دول تقدر تطلع امكانية القنبلة بنسبة 100% هي الطيارة الرافال، لان الطيارة الرافال تقدر ان هي تطلع بالقنبلة دي لمسافة تتجاوز 100 كيلومتر وتضربها من غير ما اي رادار يلقطها او اي حد يحس بيها. اللحظة الحقيقية اللي قلبت المعرض، والسؤال المهم هو ليه السلاح ده بالتحديد مرعب قوي كده؟ لان نسخته الامريكية نفسها معتمدة عليها اسرائيل اعتماد كلي، واسرائيل نفسها ما بتصنعش النوع ده من القنابل ولا بتمتلك اي صناعة محلية من النسخة دي. ولما شافوا النسخة المصرية لقوا انها اتقل واقوى واسرع وابعد في المدى والدقة، وصناعة مصرية بالكامل. وده معناه ان مصر خرجت من مرحلة السلاح المستورد لمرحلة السلاح المصنع محليا، وده اللي خلاهم يدخلوا اجتماعات امنية مغلقة، وده برضو اللي خلى اثيوبيا لاول مرة تقول اي ضربة على سد النهضة هتعتبر اعلان حرب. لان اثيوبيا والعالم كله عارف ان السلاح المناسب لضرب سد النهضة هو السلاح اللي مصر عرضته في المعرض ده من غير ما تتكلم عنه. القنبلة المصرية MK84 مش مجرد ذخيرة جديدة، دي رسالة ورسالة للعالم كله ان مصر مش بس بتمتلك سلاح قوي، لا مصر بقت بتصنع سلاح قادر انه يغير موازين القوة بالكامل. ويمكن الاعلان مركزش عليه، بس الناس اللي موجودة في إيدكس من الوفود الأجنبية المشاركة فاهمة يعني ايه وجود النوع ده من القنبلة ضمن اسطول الجيش المصري. وجودها كان اهم من اي صفقة واخطر بكتير من اي تصريح. وبالمناسبة دي مش اخر مفاجأة من الصناعة العسكرية المصرية، وصدقني اللي اتكشف في إيدكس عن القنبلة ده هو بس مجرد بداية الخير، لان لسه في اسلحة ومفاجآت مصرية كتيرة في معرض إيدكس، ولسه الاخطر منها ما اتعرضش اصلا ولا ظهر للناس في المعرض. السؤال المهم هنا، لما الحاجات والاسلحه دي كلها تظهر للنور، مين هيستحمل تغيير موازين القوه في المنطقه كلها؟ ولو الحلقه دي حسيت ان هي فهمتك وفتحت لك باب من ابواب الاسرار، فالحلقات الجايه هتفتح لك ابواب تانية. اشترك معانا في قناه خيوط اللعبه دلوقتي وفعل الجرس علشان ما يفوتكش ولا اي سر من الاسرار اللي لسه جايه.